سلام، يا رب تكونوا بخير. اليوم هو اليوم 14 اللي هو اليوم الأخير، آخر يوم بهاي السلسلة أو هذا التحدي. طبعا عندنا هذا الاختراع، راح نشوف شنو أكو بيه وبعدين نجرب المنتجات وكالعادة نحكي عنهم ونشوف إذا كانوا زينين أو لا. فيلا بينا نبدأ. ايلاينر جوزي أو بني من NYX، حمرة دقيقة. أنا هاي أتذكر إنه أنا أخذتها، بس ليش أخذتها غير إنه لونها كان حلو، بس أعتقد تحطون هذا الجزء وبعدين هذا الجزء يسويها مات أو يسويها لمعة، واحدة من الثنتين. إيه التجربة اليوم برعاية NYX، فإن شاء الله إن المنتجات تكون حلوة. واللي راح أسويها الصراحة أروح أحط مكياج الوجه كله، بعدين أرجع لكم على ما بستخدم الآيلاينر، وآخر شي الحمرة. هسه جا وقت الآيلاينر، كلش متحمسة له. يمكن هاي أول مرة أجرب آيلاينر جوزي، يمكن. واو حلو اللون كلش. هسه اجى وقت الحمرة، خلي ابدأ. اول شي احط اعتقد هاي الجهة، شكلها غريب. اوف اللون، الحمرة كلش سائلة بحيث يعني بالقوة دا اتحكم بيها. درجة اللون هاي كلش حلوة، غريبة هواية. خلي اشوف اذا احط من هذا الشفاف شنو راح يصير. هذا الجزء اللي حطيته يخلي الحمرة يكون بيها لمعة، فاني شلت الزايد لانه ما حبيت انه يكون كلش كلاسي، حبيت يكون هادئ اكثر. وحلو طلع وكلش مريح على الشفايف، يعني مو حاسة انه اني حاطة شي. حبيت الفورمولا مال هذا هواية، ويا هذا الجلاس وحدة لا كان شوية مزعج. خلي اشوف ثابتة ولا لا. ماكو شي، بس الجلاس هو اللي دا ينشال. عجبتني هاي الحمرة هواية. انا شايفة منها الوان هواية، بس لانه ما كنت مجربة هاي فقلت ليش اشتري حمر ثانية وانا ما مجربتها، يمكن ما تعجبني. بس حبيتها هواية الفكرة مالتها، واللون يخبل. والايلاينر همينه كلش كلش حلو، اللون نفسه يجنن. يعني اللي ما تريد لون اسود قوي على العين، هذا كلش حلو. هو مو فاتح، هو مو فد شي يبين انه هو طبيعي، بس ما يبين حاد مثل الأسود. فإذا تحبون البني أكثر، تريدون شي يكون شوية أهدأ، البني هو الاختيار المثالي أو الجوزي. أحب المكياج البني عليه، بس ما أحب اللون البني نهائيا، فما أعرف شلون أحل هذا الموضوع. بس بشكل عام يعني المنتجات واو، كلش حبيتهم. وهواية فرحان إنه أني آخر يوم كان ناجح، المنتجات كانت حلوة وتستاهل وزينة وكل شي. وبس.